عمرك دخلت محل عشان لقيت الناس كلها داخلة أو اشتريت حاجة لأن الناس كلها بتستخدمها؟ في الحقيقة يا صديقي مش أنت اللي اخترت، لا لا، دماغك اللي اتساقت. في اقتباس حلو أوي بيقول: وفولو ذا كراود بليندلي، نتبع القطيع بشكل أعمى. أقول لك مثال على نفسي. مرة كنت ماشي في الشارع لقيت 20 واحد باصين لفوق، فرحت باصص لقيت القيان اللي فوق شبههم من غير ما أعرف السبب. بس ليه؟ ده لأن دماغنا اتبرمج إنه يتبع الناس لما يكون محتار أو يكون خايف. مثال تاني يوضح الفكرة أكتر: لو دخلت على أمازون دلوقتي وقررت تشتري منتج ولقيت فيه اتنين بايعين بيبيعوه، واحد مكتوب عليه 5 ستار 100,000 تقييم، والتاني معلوش أي تقييم، بس عن طريق الوصف عرفته إنه أحسن. دماغك يا صديقي لا تلقائيا هتروح تختار الأول. ليه؟ لأنه اطمن بسبب إن الناس ادت تقييمات عالية عليه. هذا هو البرهان الاجتماعي. طيب البرهان الاجتماعي بيبقى أقوى أمتى؟ في ثلاث حالات يا صديقي: لما تكون محتار او لوحدك او خايف تغلط. لكن عاوز اقول لك حاجه: ان ما خاطرتش هتشتغل عند حد خاطر. بعقل هادي. نرجع تاني. جمله مهمه قوي يا شباب لازم تفهمها: ان العقل بيحب الامان حتى لو على حساب الصح. لكن في النهايه هسالك سؤال: في اغلب قراراتك انت اللي بتختار ولا دماغك اللي بتختار عشان هي محتاره؟ فكر بعقل هادي.